برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. صباح الخير أو مساء حسب التوقيت اللي بتسمعنا فيه. أهلا بيكم في برنامج أغرب الحكاوي مع أشرقة فوزي على برونتو اف ام. كل جيل ومختلف عن الجيل اللي قبله في كل حاجة، وعارفين طبعا إن الحكاوي غريبة كتير وكل جيل وليه حكاوي. تعالوا نسمع أغرب الحكاوي سوا. الحلقة الأولى اسمها بيانو القطط أو كات أورجن. زمان كان في آلة اسمها كات أورجن أو بيانو القطط، كانوا بيعتبروها إنها نوع من أنواع الآلات الموسيقية، وهي عبارة عن بيانو ملوش ملامح ومجموعة من القطط بأحجام مختلفة. فكانوا بيجيبوا القطط على حسب حجمها ونغمة صوتها وبيحطوها بالترتيب ويوصلوا دي لكل قطة بمفتاح من مفاتيح البيانو اللي كان متركب فيها دبابيس بتغرس في ديل القطة مع دوسة كل مفتاح. فطبعا بتقوم القطط بإصدار الصوت المطلوب ده لحد ما السيمفونية اللي بيعملوها تخلص. أكيد آلة زي دي كان لها غرض معين، مش مجرد شوية قطط بتطلع أصوات مختلفة وخلاص. اتوصفت في بعض الروايات إن في دكتور ألماني اسمه يوهان كريستيان قال إنها أداة لعلاج المرضى المصابين بفقدان التركيز. المهم إنه ما طلعش ده الغرض منها، وإنها بتستخدم عشان تضحك الأمراء وعلية القوم وتقلل من حزنهم. وتم إنتاج فيلم سنة 1988 اسمه The Avengers of Baron Munchausen، وفيها نفس فكرة الآلة ولكن على البشر مش القطط. وفي سنة 2009 تم عرض فيلم كرتون اسمه The Cat Piano بيوصفوا قد إيه الآلة دي بتعذب القطط. وللعلم سنة 2010 تم استخدام الآلة دي في حضرة الملك تشارلز، وكان وقتها باين عليه إنه مبسوط جدا. وكده نكون خلصنا حكاية النهاردة. استنونا على برونتو اف ام مع حكاية جديدة في برنامج أغرب الحكاوي.